وقفنا المرة اللي فاتت لما هانسن قال انا هروح لوادي لوفينج واجمع تمن البيت عشان ما نطردش منه انا وامي واختي. وبعدها بيظهر هانسن وهو بيعيط وبيقول لو ما كنتش اتسرعت وانا بعمل حسائل الخنفسة دي كان زماني بايعها دلوقتي وبقى معايا 2 مليون، بس طالما استخدمت الكريستالة ديت عشان اطور بعض الوحوش اللي عندي فاكيد هكون قادر ان اكسب شوية فلوس اضمن بيها البيت. وفجأة بيسمع صوت حركة في الحشائش وبيبص بسرعة عشان يلاقي حشرة ذهبية بعيد عنه وبيقول ايه ده سرعوف العاصفة. السرعوف ده بيقدر يختفي كويس قوي، بس لحسن الحظ انا بعرف اشوف كويس جدا واقدر الاقيه عادي. ونفهم هنا ان دوت وحش اولي واسمه سرعوف العاصفة. من مميزاته انه سريع جدا ومن ضمن اسلحته ان اطرافه حادة جدا. وهنا بيستعد هانسن عشان يهجم عليه وبيقول له انت هتكون الضحية الاولى. وفعلا بيقرب من السرعوف بس بيطير السرعوف بسرعة في الجو وما بيلحقهوش هنا. وهنا السرعوف عينه بتخضر جدا وبيسدد لهانسن ضربة قوية جدا بتدفعه لورا مسافة مش قليلة واتصدم وبيقول ايه اللي بيحصل ده، انا ازاي كنت مهمل جدا لقوة هجوم السرعوف وسرعته. الاتنين مع بعض مشكلين قوة رهيبة. سرعوف شن عليه هجوم اقوى واطلق عليه شعاع زي الصاعقة، لكن فجأة وبكل سرعة بيتفاداه هانسن بدرعه الخارق وبيقول انا ممكن احكم العالم بالدرع ده. وبتتعكس ضربة السرعوف وبتيجي فيه وبيقدر هانسن يصطاده، وقتها بتجيله رسالة الصيد المعتادة. وهنا بيبص فوقه عشان يلاقي اكتر من سرعوف طايرين ومستعدين للهجوم عليه. وقال بعد ما بقى معايا الدرع هكون الشخص اللي بيقتل مش بيتقتل. لكن هانسن متعصب وقال حتى لو قابلت وحش من الدرجة المتحولة الدرع ده هيكون كافي انه يحميني. ويصد هجمات المجموعة دي بكل قوة وبيقطعهم كلهم وبتجيله رسالة الصيد تاني لانه قتل سرعوف العاصفة. وبيسيب التالت وبعدها الرابع بدون اي رحمة وبتظهر له رسائل الصيد كلها بعدها. وبيسمع هانسن حركة في الحشائش واللي بتكون حركة سرعوف فبيهجم عليه هانسن وبيضربه عشان يقطعه هو كمان. وبيطير في الجو وبيتصدم هانسن وبيفهم ان خلايا الصراعيف كلها بدأت تتحرك. وهنا بيقول هو بيهجم عليهم شكلكم كده عايزين تموتوا كلكم. وعلى الجانب الاخر بيظهر شخص من بعيد وبيقول يا دي الحظ انا مش عارف انا وصلت للمكان الغبي ده ازاي، حتى مفيش اي حد موجود هنا ولا اي حد اعرفه. وبنعرف ان الواد دوت تابع لتشين شوان وبيكون اسمه الفتى الغني سو شاو. وبيكمل وبيقول من الجميل جدا ان اشتغل مع سيدة جميلة زي تشين شوان، انا متأكد ان هلاقي وحش من الدرجة المتحولة في الوادي ده وبعدها تشين شوان هتمدحني اكيد. وبدأ يمشي ويدخل الوادي وبيقول في غلط هنا وبيقول انا نفسي افهم ليه مفيش ولد سرعوف هنا، يمكن شخص جاب عصابة معاه وقدروا يصطادوهم كلهم. وبعدها بص لمكان معين وقال الموضوع شكله مش كده، في بقع دم في المكان ده وبحسبة بسيطة كده نقدر نقول ان المكان هنا كان معركة كبيرة قوي. وبيقول معقول يكون في جيش جه هنا، لكنه بدأ يقرب اكتر ويدخل لجوه الوادي وفجأة بيتصدم من شيء شافه. وبعدها بيلمح هانسن وهو واقف على مجموعة كبيرة من جثث الصراعيف وبيبدأ يدقدق في تفاصيل هانسن والدرع بتاعه وبيقول في سره ازاي واحد بس يقدر يعمل كل ده، انا حاسس ان انا بحلم. وبعدها قال لهانسن لو سمحت انت قتلت كل دول لوحدك؟ قال له هانسن لو عايز منهم 1000 يورو للواحدة. وبيكمل هانسن في سره وبيقول انا للاسف قتلت منهم عدد كبير قوي اكيد يعني مش هعرف اكل كل ده. فقال له الولد 1000 يورو للواحدة انت متأكد؟ وطلع الولد من محفظته وخرج منها فلوس كتير وقال له حتى لو طلبت 50,000 يورو للواحدة انا هعتبر دوت مجرد دفعة اولية، ولو تقدر تجيب لي حاجات زيها كويسة بعدين انا هدفع لك اكتر واكتر. واداله الفلوس فعلا. فرد عليه هانسن وقال له انت شكلك شخص غني جدا، قول لي اسمك ورقم غرفتك وانا هجيلك لو اصطاد حاجة كويسة. رد عليه وقال له انا اسمي سو شاو ورقم غرفتي في الملاذ 1046، قول لي بقى انت اسمك ايه وساكن فين. فاتحرك هانسن وقال له فلوس، انا مهتم بالفلوس، اشوفك بعدين وهجيلك اول ما الاقي حاجات كويسة. ففرح جدا الشخص الغني ده وقال له فهمت، اسمه فلوس، اسم عظيم جدا، اكيد يعني ما ينفعش انده لشخص عظيم زيه باسمه الحقيقي. وبعدها رفع صوته وقال له يا سيد فلوس اوعى تنسى تجيلي انا هستناك. وبننتقل بالمشهد لوحوش مرعبة مالية المكان. وبنعرف بعد كده ان المكان ده اسمه مستعمرة الوحوش ذات الاسنان النحاسية. وبيكون هانسن واقف في المكان ده وتقريبا كده جاي عشان يصطاد، بس بتهجم عليه الوحوش بكل قوة. فهانسن بيستعد وبيهجم على الوحوش بشكل اسرع منهم وبيطيح بيهم بكل سهولة. وقتها طبعا رسائل الصيد كانت بدأت تظهر وبيقول انا قتلت السراعيف بشكل متهور وما سبتش ولا واحد منهم عشان اطوره باستعمال الكريستالة، بس المرة دي هقبض على واحد من دول وهاخده معايا. وبدأ يستعمل روح واحد من الوحوش اللي مرمية في الارض وقال اخيرا استعملت روح وحش تاني. روح الوحوش اللي باسنان نحاسية مطلوبة جدا وعشان كده لازم ادور عليهم كويس قوي. وبدأ يسحب قدرة الوحش ده واللي بتتحول في ايده للرمح مشع بالذهبي وبدأ يلوح بالرمح في الجو وبيهجم على باقي الوحوش وبيفرح جدا من الاداء اللي هو بيبذله. وبننتقل بالمشهد لمنطقة البوابات الواسعة في الملاذ واللي بيظهر فيها هانسن وهو شايل وحش ومتربط من كل اطرافه وشايله على ظهره. وفي الاتجاه المقابل ليه بيكون موجود مجموعة من الاشخاص واللي راكبين وحوش وبيمشوا بسرعة، والناس اللي بتقول بص مش ده فريق تشانيان. وبيتصدم هانسن وبيقف وبيقول ايه ده والناس دي متجمعين ليه يا ترى وايه اللي حصل. وبيعدي قدام هانسن الفريق ده وبيظهر
بيظهر تشان يان، وبنعرف بعد كده ان تشان يان بيكون صاحب تشين شوان. وبعدها تشان بيبص لهانسن وبيستغرب، وبعدها بيقول وهو بيضربه بالكرباج مين اللي اتجرأ وباع لك وحوش اوليه. وبيتعصب هانسن جدا وبيقول ان الشخص دوت بيحاول يضايقه وبيعترض طريقي دايما. والناس اللي حواليهم وقتها بيقولوا تعرف ان الشاب الغبي ده هو اللي اتعرض لتشين شوان، وزي ما انت عارف ان الراجل ده بيحبها جدا، ازاي يتجرأ ويقرب لشخص زي دوت بعد اللي عمله في تشين شوان. وعلى الجانب الاخر الشخص دوت بيكون بيصرخ في هانسن وبيقول لو عرفت ان في حد اتجرأ وباع لك حاجه تاني انا هخليه يندم وهخليه يعاني زيك لحد ما يموت. وبعدها جري الجيش كله بسرعه، وواحد من الجيش قال في سر وهم ماشيين لحسن حظك اننا مستعجلين النهارده، والا كنت كسرت وشك واحسن لك تتمنى انك ما تشوفنيش تاني. ويبص لهم هانسن ويقول في سره عصابه المتخلفين دول انا لازم استخدم الكريستاله في اسرع وقت عشان اقدر ازود قوتي بسرعه. اوعدكم اني هقطعكم حتت وهرد لكم الدين قريب. وبعد 3 ايام بننتقل بالمشهد لغرفه هانسن وهو حابس الوحش وبيقول شكله بيقول ان تمثال برونزي اكتر من انه وحش نحاسي متحول، وبالرغم من جلده وفروته ليهم لمعه برونزيه خفيفه قوي الا انه بعيد عن كونه وحش نحاسي متحول. اعتقد ان تطوره من مخلوق اولي لمخلوق متحول مش هيبقى سهل ابدا، اكيد مش هيكون زي تطوره يعني من طبيعي الاولي. اعتقد ان لازم افضل مستني شويه. وبعدها راح لشنطته وبدا ياخد منها حاجات وقال اعتقد ان الموضوع هيكون مضيع للوقت لو فضلت مستني، بس انا لازم اروح حالا اصطاد وحوش اوليه عشان ابيعها. اعتقد ان دي هتكون فرصه مناسبه عشان استهلك شويه جينات متحوله. لكن يقطع تفكير هانسن صوت ناس بتتكلم من بره وحد بيقول بسرعه خلينا نشوف ايه الضجه اللي حصلت على وادي لوفينج دي وفي ناس كتير ماتوا. فبص من فتحه صغيره في الباب ولقى ناس من اتباع تشين شوان، وواحد بيقول انت ما تعرفش ايه اللي حصل ازاي. القوه الرئيسيه الثلاثه اتجمعوا عند منحدر لوري علشان يواجهوا وحش بيحمل دم الملوك، والوحش ده ظهر جديد. خلينا نتحرك بسرعه ممكن ناخد منهم شويه بقايا. فاستغرب هانسن وقال القوه الرئيسيه الثلاثه ومنحدر لوري ووحش دم الملوك. انتقل بمشهد وحش بينط عالي جدا، وبنعرف اننا في قمه الجبل وقريبين من منحدر لوري، والوحش ده بيتحرك بكل سرعه واللي بنعرف انه هانسن اصلا، وبيقول اخيرا وصلت، اعتقد اني ما اتاخرتش خالص. بعدها بيبص من بعيد عشان يلاقي مجموعه تشين شوان وكمان تشين على راسهم، وبنشوف كمان تشين يان واتباعه وهم في قمه السرعه متجهين للمنحدر اللي هانسن عليه اصلا. وقتها بيلاقي وحش غريب وضخم جدا ظهر قدامه وبيكون اسمه المتعطش للدماء واللي بيكون من دم الملوك برضه. وهنا الوحش ده بيضرب اتباع تشين شوان وبيحدفهم في كل حته بسبب القوه الهائله اللي هو فيها. فبيتعجب جدا هانسن ويقول وحش من دم الملوك باين عليه انه قوي جدا.